أهلا وسهلا بكم في برنامج حوار على قناة فرانس 24، ونستضيف فيه اليوم الرئيس الموريتاني السابق العقيد علي ولد محمد فال. أهلا بك سيادة العقيد. مرحبا بكم وسهلا. أريد أن أنتقل بك إلى السياسة الخارجية التي وصفتها في أحد حواراتك بأنها ارتجالية وانتهازية، خصوصا العلاقات مع المغرب. أنت وابن عمك الجنرال عزيز من أصول مغربية، من شيشاوة، وحتى زوجة الرئيس الموريتاني تحمل الجنسية المغربية. لاحظنا توترا في العلاقات مع المغرب في الآونة الأخيرة، كيف تفسر ذلك؟ كل شيء نختار شوي نوضح الأمور بالنسبة لهذه النقطة اللي تكلمت عنها. نحن كجملة من القبائل الموريتانية من أصل مغربي ومن أصل صحراوي ومن أصل موريتاني عبر القرون، ولكن اللي منا مغربي واللي منا صحراوي واللي منا موريتاني، وهذا نختار يعود بالنسبة لنا واضح بكل وضوح. وبالتالي العلاقات الدبلوماسية الموريتانية مع المغرب دولة شقيقة، ويربطها تربطها بموريتانيا. هناك فتور. هل تؤيد أنت هذه السياسة الحالية؟ لا، اسمح لي نشرح لك. بعجالة لأن الوقت لا. المغرب دولة شقيقة، ودولة تربطها بموريتانيا علاقات تاريخية وعلاقات اليوم ومصالح وكثير من العلاقات اللي ترانا. وبالتالي لا يجوز أن حد يفرط في علاقاتنا، لا بالمغرب ولا بالجزائر ولا بأي دولة جوار. جواب دبلوماسي كثيرا. لا، ما هو دبلوماسي، هذه حقيقة. لا يجوز أن أي رئيس موريتاني يفرط في هذه العلاقات التي هي، ولا هناك أي سبب عنه يفرط فيه. شكرا جزيلا العقيد علي ولد محمد فال، الرئيس الموريتاني السابق. شكرا لكم عزيزتي أعزائي، شكرا على بقائكم مع فرانس 24. إلى اللقاء.